شكرا للزميل امين السبتي. اصدقائي المشاهدين متتبعي البي سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من ملعب حسين هيثم احمد هنا في تزي وزو في القبائل الكبرى. نلتقيكم في مباراة دوري ابطال افريقيا الكاف شامبيونز ليج في الجولة الخامسة. هي مباراة النقطة التي تكفي للنادي الاهلي، بينما شبيبة القبائل مطالبة بالانتصار لمواصلة أمل الصعود. ولو كان الأمل ضئيل ولكن الأمل قائم، وأكيد محمد هاني يضغط ويطلع البلوك عن طريق ارتور بدا اللاعب الإيفواري. ترجع الكرة ملعوبة طويلة، ترجع بالراس. مشكلة أيضا في الهجوم للشبيبة، حتى لو يخلق فرص يضيع برشا. ومهاجم الهداف لاكس يسمع أيمن محيوس. تصوروا أنه أيمن ما عنده ولا هدف في إفريقيا هذا العام. الكرة تمشي للنادي الاهلي، الريتم ده يرتفع. الاهلي يواجه هنا في قلب التزي و2002 القاب للتاريخ 6-6 في الفينالات. جيسكا خسرت نهائي قاري وحيد عام 96 في السوبر الافريقي من امام اورلاندو بيرات 1-0 في الاف ام بي ستاديوم في جوهانسبورغ. كانوا مرتين فيما سبق. 2006 ماتش مثير كان 2-2 1-0 الاخير 2010 والهدف الاول يضيع وفيها رايه الصفاره فيها التسلل ضد الشبيبه. قلت 2006 ماتش كبير كنت علقت عليه من 20 سنه. تلك الايام نداولها بين كرة ممتازة وخطيرة على دفاعات. كان في الفينال التاريخي على كوناكري. يمشي كرة لفريق الشبيبة، المطالبة بضربة جزاء. حكم كان قريب وتلعب والكرة ترجع والاهلي يعاني والضغط جزائري واضح. للتاريخ النادي الاهلي 50 سنة هذا العام تمر يوبيل ذهبي على حضوره الاول في افريقيا. واول مشاركة 76 كان العب ضد الفريق الجزائري. كرة للشبيبة، يمشي الكناري، ضربة راس خطيرة والحارس شوبير يتصدى ويتألق. ما زال الضغط في كرة ثانية رائدة. التسديدة الجزائرية رائدة من فريق شبيبة القبائل. مباريات الشبيبة هو النادي الاهلي هي بنفس الحماس اللي تشوفوا فيه الان، هي بنفس الندية اللي تشوفوا فيها الان. الاستثناء كان ماتش الذهاب 4-1. هي فترات للكناري الان. الخضراء والصفراء تلعب على المليح بذكريات اغاني الثمانينات. الكرة تمشي للشبيبة، تلعب الكرة جزائرية 1-2. خطيرة العرضية خطيرة ملعوبة مش ممكن، والهدف الاول يضيع بطريقة غريبة. مش ممكن اخطر الكرات. هدف يقترب من مرمى شوبير. ودفاع الاهلي مش دفاع الاهلي، مش هذا دفاع الاهلي، مش هذا دفاع الاهلي. الشبيبة تسيطر، الكناري يتسلطن في اول الدقائق ولكن تجيب الجول. هكذا مطالب جماهير الكناري. الان لازم يرد باله وشوف الخطا مش ممكن. وهاني يتعملق، هاني يتعملق، يهني انصار الاهلي في كوره ولكن ما زالت كره اخرى. يضغط بوضوح الفريق الجزائري، كره على القائم الثاني وبالراس يخرج شوبير. يواصل مصطفى الحضور ورفيقه. الاهلي يحاول يركز وبتجارب السنين يحاول يسيطر على المباراة. تمشي كرة ممتازة، الضربة كرة خطيرة جدا عن طريق مروان عثمان. يدخل عثمان عرضية والدفاع الجزائري يقص الطريق. وثلاث أعداد 70 للنادي الأهلي في مجموعات الشامبيونز ليج من أول مشاركة أهلاوية في 99. خطيرة العرضية، يضغط الأهلي وقت اللي يتحرك هجوم الاهلي مباراة تصبح صعبة جدا على الكناري. خدمة باهية، الكرة في الدفاع يحاول يمشي معاه، هرب بيه، يعمل اكسلريشن خطيرة ممتازة، يدخل بتغطية خطيرة والهدف الأول مش ممكن. الاهلي محظوظ ونادي القبائل. دفاع الاهلي نقاط استفهام، جملة من نقاط الاستفهام. الاهلي يواجه الان، تلعب الكرة ماتش حلو برشا. هذه هي عادات الاهلي وشبيبة القبائل السنة التاريخ. الكرة للحارس محلية وفي المستوى الافريقي. لعب ماتش ولا 2 باهين الاهلي السنة فقط لكن موجود وخطيرة. مش ممكن، مش ممكن. هذا الثالث ايمن محيوس يضيع 3-0 في 22 دقيقة. دفاع الاهلي غير موجود بالمرة.
وتفهم قلق الاهلاويه وعلى راسهم الصخره والجمعه. يقول لك احنا الجروب عديناه تعدينا، حتى لو انت خسر اليوم يفكر في خروج المغلوب. شوف الكرة في الظهر والانطلاقة ممتازة، وتريزيجي لابيل والطلب يعطي له الكرة، ولكن الدي رهانات للصعود. الهلال المولدية عندها حظ كبير بعد الفوز البارح في الديربي الشمال الافريقي العربي امام الهلال 2-1. ترجع كرة مرة اخرى، محاولة وتمر، تعدى كرة خطيرة جدا، عرضية والحارس شوبير يتصدى لكرة جديدة. هجوم ضاغط من الفريق الجزائري، ولكن نفس مشكل جيسكا ما يسجلش. ترجع كرة بخطة وانذار، انذار اول في الديربي على القبائل. إصابة لمروان عثمان. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول. ترجع كرة تحضير ممتاز، يحاول إلى معاه 1-2 ولكن كرة برا اوت. ضربة مرمى للنادي الأهلي. فريق الشبيبة الذي يكن بأسود جورجيا نسبة إلى الهضاب والجبال، منتدبين جدد اللي على الورق كانوا مفروض يقدموا الإضافة، مازالوا يا إما ما تأقلموش يا إما يمروا بفترة فراغ. الأهلي ثاني أكثر الفرق في تاريخ المجموعات تحقيقا للانتصارات وراء الترجي الرياضي. ترجع كرة خطيرة، عثمان الدفاع بامتياز وبعد بالسرعة، والفريق الجزائري بداية الهجمة من الكناري. الشبيبة الشوط ممتاز، الأخطاء كبيرة برشا في القبائل، والكرة تمشي على طريق بن رمضان، بن رمضان يمشي على يمينه، تنتهي الكرة عرضية والدفاع. الهجمة للشبيبة الكناري بالمرتدات، والكرة من اليمين وصلت الكرة، يحاول يعدي وفي خطأ، في خطأ وكرت أصفر. الانذار الثاني في اللقاء، طبعا انذار مستحق على كوكا. شوبير ينظم جداره ويوقف دفاعه، والكرة تمشي من الشبيبة على القائم الثاني بالراس، خطيرة خطيرة جدا ولكن في خطأ، في خطأ يستفيد منه الحارس. بينما حيوس وشوبير يتواصل الصراع بين الحرص على أول أهدافه في كأس الأذنين وبين حرص الكلين شيت من مصطفى شوبير. الأهلي شاد الكرة ولكن ما يمشيش لقدام، يحاول يهدي اللعب، يحاول يتحكم في الريتم وينتظر الثغرة، وهاني يجدها والعرضية خطيرة والرأسية من الدفاع وفي فاول. خطأ ضد تريزيجيه، خطأ يستفيد منه الظهير رقم 17 محمد رضا حميدي. في انتظار الفترة الثانية الحاسمة، الأهلي الانتصار الصدارة والشبيبة الانتصار الأمل، وكرة ترجع بالراس ولكن بعيدة، موجودة اليو ديانج، اليو بعيدة من اليو. حميدي يلعب كرة طويلة على القائم الثاني، يخرج شوبير بكل راحة. مصطفى شوبير حاول يعكس الهجمة بسرعة ولكن بعيد على مستواه. بالعيد كرة طويلة ترجع سهلة، شوبير باش يغطي الكرة، شوبير وضربة مرمى لا اليو ديانج. تلعب الكرة مروان عطية، هاني مرة أخرى، هدوء مصري وكرة بدون عنوان. صعوبات كبيرة في بين برباح بعيدا على الأداء، ولو مش ممكن تقيم 100% باعتبار وضعية الموسم. عندك من أكثر الفرق اللي كانت ممثلة في الكان بالدوليين النادي الأهلي، عرضية خطيرة راسية صعبة بالراس، فما ضربة جزاء فما ركنية. الشبيبة اللي يرجع يضغط في سيناريو الشبيب الشوط الأول. البداية قوية من الجيسكا، كرة ممتازة ولكن قوية برشا من محمد رضا حميدي. أبوي والكرة تمشي للنادي الأهلي، عكس الهجمة الآن خطيرة على مناطق النادي الأهلي، على مناطق الشبيبة. بين شرقي هاني، ومرة ثانية ما ينجحش، ومرة ثانية يفشل. في المغرب 0-0 التعادل مازال. الشبيبة يحاول والكرة خطيرة وما تعداتش، لو مشات كانت صعبة. يمشي حميدي يمشيها، حميدي عرضية على القائم الثاني وهربت من هاني. تراجع أداء هاني في الشوط الثاني. يمشي الكرة رياض بودابوز عرضية الرأسية، ما زالت الإمكانية، يحاول الشبيبة
برشا روح يلعب فريق الجيسكا، ولكن فما الفينيش ما فماش، اللمسة الأخيرة غير متاحة. وضعيته في الترتيب محليا وافريقيا الحقيقة نتعجب. كرة ممتازة وتسديدة والحارس. إنك في حضرة شوبير، إنك في حضرة شوبير من الكناري. وضعية صعبة على دفاعات الأهلي لأنه 2 ضد 2 الآن. خطيرة يا رب وضربة جزاء. ممكن الحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة مرمى. إشارة واضحة من الحكم الزيمبابوي، إشارة واضحة من الحكم الزيمبابوي. وماش نقاش من المهاجم الجزائري. هجومه عنده مشكل في التسيير. محاولة والحارس. الأهلي لو جاء مع فريق كرة تمشي أهلاوية. الأهلي في أسوأ أحواله ممكن يربح. والكرة خطيرة ويتقدم والتسديدة والركنية. ركنية للنادي الأهلي. تقدم أشرف بن شرقي والركنية. أشرف عرضية خطيرة للنادي الأهلي ممتازة، ولكن الدفاع ومعها يتدخل الحكم. كرة ستعود للدفاع الجزائري في 0-0. تعادل أبيض. كرة ستعود لمصلحة السار. محاولة الدخول من لاعب آرتور بادا. كرة في إمكانية التوزيع، مراوغة ممتازة ودخول سريع والهربة موجودة وعرضية خطيرة وشقت كل المنطقة، شقت كل منطقة الجزاء. درجة كرة بن رمضان، ما هو جاهز تماما بن رمضان. فاول ضد محمد علي، ولكي لا يتحمل مسؤولية بن رمضان وحده. نجوم النادي الأهلي كلهم بعاد على الفورم، من زيزو لبن رمضان شبيبة القبائل. هذا الكرة يقرب لها ارتور بادا. هذه خطيرة العرضية، هذه خطيرة العرضية. مروان عطية حل على اليمين، ثاني كنترول استقبال ثم توزيع، ولكن ضربت في الدفاع. تماس للنادي الأهلي وإصابة للاعب الجزائري. يتقدم مرعي، يلعب كرة في الدفاع الجزائري، يغلط مرة أولى يغلط مرة ثانية. بن رمضان يحاول والتسديد الآن ممكن لا يخرج على اليمين. خطيرة للنادي الأهلي، صعبة ومرت مسألة الإمكانية مرة أولى مرة ثانية. كرة هدف وين يا بن رمضان؟ كرة بعيدة من بن رمضان. ضاعت المحاولة الأصعب على القبائل وضاعت الفرصة الأخطر من النادي الأهلي. ترجع كرة ويرجع الشبيبة للهجوم. مشات معاه الكرة بعد ما تمنعت مرات في تزي وزو في مساندة الفريق الأحمر، بينما هناك كرة خطيرة ملعوبة والدفاع يتألق من جديد. ترجع كرة بالتنفيذ ثم العرضية ثم شوبير، وفي خطة لمصطفى شوبير، في فاول لمصطفى شوبير. حكم الزيمبابوي كانت إشارته واضحة. هذه الكرة الأخيرة ترجع كرة من التماس. 2006 2-2 و2010 1-0 للكناري. حاليا هو كرة ثابتة من خلالها يحاول الكناري خطف المباراة واستعادة الأمل. يمشي كرة على القائم الثاني براس خطيرة والحارس. لما يكون عندك شوبير، لما يكون عندك مصطفى شوبير، لولا شوبير لخسر الأهلي برشا أهداف اليوم. نعم شوبير يصنع الفارق، شوبير بطل المباراة. سار يلعب كل أوراقه زيمباوير. ترجع كرة مرة أخرى للفرقة الجزائرية، خطيرة من بادا، تمشي كرة وفي خطأ، في فاول وفي كرت. الانذار الثالث في المباراة، هذه المرة على فؤاد. كرة ستكون لنادي
شبيبة القبائل ثابتة بعد ما فشل مرات ومرات أمام المرمى. يمشي كورة من محيوس، حط الكورة بعيدة، حتى بالكرة الثابتة مش ماشية معاه، بعيد على آمين أو أيمن محيوس. البرة المهم ما نخسرش، كل واحد وحساباته. وهنا العرضية والرأسية والكرة برا اوت، الرأسية والكرة تتمنى. الكرة لم ترد الشبيبة اليوم رغم كل المحاولات، رغم الفرص، رغم التسديدات. الفريق الجزائري لا يسجل.